وتيجي في الاخر تقولي اصلا انا ما كانش عندي وقت ان انا اخد كورس. دي شماعه، اللي انتي بتقولي عليها دي شماعه بتعلقي عليها، بس تاخيرك، مش هقول فشلك، تاخيرك في تحقيق النجاح اللي انتي المفروض تكوني بتحققيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده مختلف، لان كان في واحده من صحابي بكلمها امبارح وسالتني سؤال كده، قالت لي راني انتي بتلاقي وقت منين تعملي كل الحاجات اللي انتي بتعمليها دي؟ فحسيت اللي هو في لمبه كده هنا نورت في دماغي، فقلت واي نوت ان انا اعمل فيديو عن تنظيم الوقت. فانا واحده جايه لكم من حته كنت بصحى المغرب، وماما هتشوف الفيديو ده هتبقى عارفه. واحده كانت بتصحى المغرب انا، وبعد مثلا لحد ما افوق بتكون خلاص الساعه بقت 9 بالليل، وبفضل طول الوقت اقول انا ما عنديش وقت اعمل حاجه، انا ما عنديش وقت اطور نفسي، انا ما عنديش وقت ان انا اروح واجي واسهر واطلع مع اصحابي. واحده كانت كل حجتي ان انا ما عنديش وقت. لواحده بتصحى الساعه 8 الصبح وبتعمل 100,000 حاجه. انا تقريبا دلوقتي شغاله 3 شغلانات مع بعض، غير كده انا متجوزه، فانا عندي البيت، الاكل، الغسيل، كل حاجه كل حاجه. انا المسؤوله الاولى والاخيره في البيت. ف هقول لكم دلوقتي انا ازاي بنظم يومي وازاي بنظم حياتي. اول واهم حاجه انا دايما 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 بكلمكم عنها، وهي استنى، الورقه والقلم. انا ما بقدرش اعيش حياتي من غير الورقه والقلم. عارفين الكومودينو اللي بيبقى جنبنا جنب السرير؟ انا عامله تاني درج فيه 100 نوت بوك و100 قلم بجد. ف هاتوا ورقه وقلم وتعالوا، علشان في الفيديو ده هقول لكم ازاي انتوا كمان تنظموا وقتكم، وازاي تكونوا برودكتيف اكتر، وتعملوا 100,000 حاجه في يومكم وما تحسوش ان انتوا ما عندكوش وقت برضه. هاتوا اول ورقه واكتبوا فيها كل حاجه انتوا بتعملوها في يومكم. يعني انا مثلا بصحى الصبح، افطر انا وجوزي، وبعد كده جوزي بيروح الشغل، برجع اروق مثلا البيت، اجهز للشغل اللي انا بعمله. كل واحد فيكم الروتين بتاعه او اليوم بتاعه بيمشي بطريقه مختلفه عن غيره. فاكتبوا كل حاجه انتوا بتعملوها في يومكم على الورقه والقلم، حتى لو انتوا ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا بتصحوا تفطروا وتقوموا مثلا، تاخدوا شاور، تقوموا تقعدوا مع اهلكم شويه، تسمعوا المسلسل بتاعكم. كل حاجه انتوا بتعملوها في يومكم اكتبوها، مهما كانت تافهه اكتبوها. في ناس بقى الورقه بتاعتهم هتبقى سطرين بس، انا بصحى وبفطر وبقعد مع اهلي شويه، برجع اسمع المسلسل وانام. في ناس الورقه بتاعتهم هتبقى مليانه ومفيش مكان يكتبوا اي حاجه. ليه؟ الناس دي بيبقوا عندهم 100,000 حاجه في يومهم، بس ما بيكونوش عارفين ينظموا وقتهم، فبيفضلوا طول الوقت شغالين. ده كان حالي انا. اول فتره جوازي ما كنتش لسه عارفه انظم وقتي قوي بعد الجواز. فكنت بكلم ماما مثلا المغرب اقول لها انا لحد دلوقتي شغاله في البيت. واول جوازي انا ما كنتش لسه بدات اي حاجه، ما كنتش لسه رجعت على يوتيوب، ما كنتش لسه رجعت لشغلي كتايبست، حاجات كتير ما كنتش لسه رجعت لها. فما كانش عندي غير البيت، فكنت اتصل بماما المغرب. انتوا متخيلين المغرب؟ انا كنت واحده بتصحى الساعه 10 الصبح اول جوازي، وكنت لحد الساعه 5 المغرب انا بكلم ماما، ماما انا ما خلصتش. ليه انا ما خلصتش؟ اقول لكم ليه. اللي اكتشفته ان انا عندي حاجات كتير اعملها، بس ما كنتش بعرف انظم وقتي. ما كنتش بعرف ابدا بايه، ايه المهم اللي المفروض ابدا بيه، وايه اللي مش مهم اللي ممكن اخد راحتي فيه، ايه الحاجات المهمه اللي تخلص بسرعه، ايه الحاجات اللي لا، ايه الحاجات اللي اعملهم مع بعض. ده كله ما كنتش لسه عارفه اعمله. هات ورقه تانية. احنا كده خلاص اول ورقه كتبنا فيها الحاجات اللي احنا بنعملها في يومنا. هاتوا ورقه تانية اكتبوا فيها الحاجات اللي ضروري تتعمل كل يوم، الحاجات اللي لازم تتعمل، الحاجات اللي ما ينفعش اليوم يخلص من غيرها. زي مثلا انت لو طالبه ان انا لازم اصحى الصبح افطر
البس اروح الجامعه، وارجع من الجامعه اخد شاور، اتغدى، اجهز عشان عندي كورس، اجهز عشان عندي خروجه مع. اكتبوا الحاجات اللي لازم تتعمل. يعني انا لازم اول ما ارجع من الجامعه اخد شاور، لازم اروح الجامعه كل يوم، لازم مثلا اصحى افطر، ما ينفعش انزل من غير ما افطر. دي الحاجات اللي ضروري. لو انتي ام مثلا، اكتبي الحاجات الضروريه. ان انا مثلا لازم اصحى الصبح اجهز الاولاد، الولاد مثلا بيكونوا بيعملوا حاجه، انا لازم اجهز اللانش بوكس، لازم بعد ما انزلهم ارجع الم كل حاجه في المطبخ. دي الحاجات اللي ضروري جدا تتعمل في يومنا. اوكي. قبل ما ابدا اقول لكم ازاي تعملوا بلان بقى ان انتوا تخططوا فيها ليومكم كله يمشي ازاي، عايزه اقول لكم ان في حاجات اسمها طوارئ. في طوارئ مهمه وطوارئ غير مهمه. انتوا الطوارئ دي حتى لو حصلت وكانت مثلا ان هي حاجات طارئه، مثلا انت ظهر لك مشوار مهم مع مامتك فانت مضطره تنزلي وتعمليه، مثلا حد لا قدر الله تعب، فبرضو انت محتاجه تركني بقى البلان بتاعتك وتقعدي مع الشخص اللي تعبان وتراعي له. الحاجات دي خليكي مرنه. ومش معنى علشان حصلت حاجه واحده طارئه بوظت لنا حتى ولو جزء من اليوم فاحنا كده خلاص. نو. مش معنى ان في جزء من البلان باظ علشان حاجة معينة طارئة حصلت يبقى احنا كده نكنسل البلان كلها وخلاص فاكس اليوم ده وبكرة بقى ان شاء الله ننظم يومنا. نو. خلي التنظيم بالنسبة لك هو حياتي كلها في ورقة وقلم. اوكي. اوكي. انتي لو حصلت حاجة طارئة، اوكي، بوظت لك حاجة او جزء من البلان، كام ساعة من البلان، اوكي عادي، سكيب الحاجات دي. لو هي حاجات مهمة جدا لازم تتعمل، ابدأي اعمليها بعد ما الحاجة الطارئة خلاص انتي خلصتيها. مثلا لا، حاجات عادي ممكن يعني تقعد لتاني يوم، عادي اعمليها تاني يوم وابدأي بيها علشان تبقي ايه، خلصتي حاجات امبارح. اهم حاجه ما تكنسلوش كل حاجه لمجرد بس انه حاجه واحده تكنسل. انا مثلا زمان كنت بجيب النوت بوك بتاعتي واعمل البلان او التو دو ليست بتاعت النهارده. بكتب في الاول، يعني كانت بتيجي صدفه ان انا في اول كام حاجه، اول 3 حاجات مثلا بيكونوا حاجات مش مهمه قوي، وفي حاجات مهمه ولازم تتعمل النهارده بكملها مثلا في اخر 3 نقط. فاجي اعمل اول 3 نقط اللي هم مش مهمين، وتيجي حاجه طارئه في النص تبوظ لي البلان، او مش تبوظ لي البلان، تاخرني كام ساعه. فانا اجي بعد ما الحاجه الطارئه دي تخلص اعمل ايه؟ مش بكمل البلان بتاعتي او مش بكمل التو ليست بتاعتي، بفكس لحاجات مهمه جدا وبطنشها وخلاص. انا حصلت حاجه طارئه او خلاص قفيت يعني مش قفيت لي اليوم، خلاص كده اللي هو انا خلاص انا مش في المود، فانا مش هكمل البلان بتاعتي لان هي اتاخرت كام ساعه. وده كان بيبقى غلط لان كان بيراكم عليا حاجات مهمه جدا ان هي تتعمل النهارده، فبضطر تاني يوم اصحى ابقى مضغوطه لانه عندي اوريدي الحاجات اللي لازم تتعمل النهارده والحاجات اللي كان المفروض تتعمل امبارح ومهمه وانا ما عملتهاش. هاتي بقى ورقه تالته. اوكي. اكتبي في الورقه التالته دي كل الحاجات اللي انت عايزه تعمليها جديده، كل الحاجات اللي انت عايزه تدخليها جديده على حياتك. عايز تاخدي كورس جديد، لغة معينة، عايزة تبدأي شغل جديد، عايزة تدخلي رياضة في يومك، عايزة تدخلي مثلا أكل صحي، عايزة تتخلصي من عادة معينة، وهكذا. هنيجي بقى في وقت ان احنا نعمل البلان بتاعتنا. يلا هاتي ال3 ورقات دول وبصيهم كده قدامك. اوكي. وهاتي ورقة جديدة او نوت بوك مثلا وابدأي فيها. اول حاجه ان انتي الحاجات المهمه اللي بتتعمل كل يوم دي اكتبيها. اوكي. اكتبي الحاجات اللي لازم تتعمل كل يوم ثابته، زي ان انتي تروحي الجامعه، تجهزي الاولاد، تعملي لانش بوكس ليهم، وهكذا. دي الحاجات اللي ثابته تكتبيها في النوت بوك بتاعتك في ورقه نظيفه. اوكي. ورقه جديده خالص تكتبي الحاجات دي. وبعدين تكتبي الحاجات اللي انت عايزه تدخليها. يعني مثلا انت كتبتي 3 حاجات عايزه تعمليهم. انا عايزه ادخل لغه جديده، عايزه اخد كورس هيطورني في شغلي، عايزه العب رياضه. اوكي. دول 3 اهداف ليكي او 3 حاجات عايزه تعمليها. انا ممكن ادخل حاجه وممكن ادخل حاجتين لو هما مش بيتعارضوا مع بعض، زي ان انا مثلا اخد كورس وان انا ادخل اكل صحي في يومي. اوكي. انا الكورس بتاعي ده كورس تبع الشغل اصلا، فهكتب في الورقه الجديده دي ان انا عايزه
اعمل ابدا الكورس بتاعي بتاع الحاجه الفلانيه، وهكتب ان انا عايزه ادخل اكل صحي. نيجي بقى للبلان الاكبر. انا دلوقتي كتبت الحاجات اللي لازم تتعمل في اليوم والحاجات اللي انا عايزه ادخلها. هنيجي مثلا نعمل كالندر بتاعت الاسبوع، اوكي، او ممكن تجيبيهم على الموبايل او ممكن ترسميهم. انا ساعات برسمهم على الورق. مثلا انا يوم السبت انا الكورس بتاعي ده ماشي هو اونلاين وملوش مواعيد محدده فرضنا. فانا مثلا هحدد ان الكورس ده انا هاخده 3 ايام في الاسبوع. فانا هاجي مثلا اول يوم السبت مثلا هاخد حلقه من الكورس، يوم الاثنين هاخد حلقه من الكورس، يوم الاربعاء هاخد حلقه من الكورس. كده السبت والاثنين والاربعاء كده احنا 3 حلقات من الكورس. كده انتي بارك الله فيكي. حتى لو الحلقه دي مثلا تلت ساعه مش مشكله، خدي حلقه واحده او حلقتين لو قدرتي طبعا. طيب انا بعد ما خلصت اوكي دخلت الكورس، انا عايزه ادخل الاكل الصحي. هحط ساعه في يومي او يا ستي ساعتين في يومك. نص ساعه ان انتي تكتبي في نوت بوك الاكلات الصحيه اللي انتي ممكن تحبي تعمليها، ونص ساعه التانية او الساعه التانية ان انتي مجال ليوم وقت في يومك تعملي فيه الاكل الصحي. ممكن تحضري فيه مثلا الوجبات، ان انتي اليوم ده انا هعمل مثلا هفطر مثلا جبنه قريش وخيار وحاجات زي كده. تبداي تجهزي انا عندي جبنه قريش، اوكي تمام تشيك بس على الحاجات. هتغدى مثلا تشيكن جريلد واي سوتيه جنبه. جهزي اكلك. طيب يا راني انا مش عايزه ادخل اكل الصحي اصلا، انا عايزه ابدا رياضه الاول. اوكي انتي دلوقتي الكورس بتاع شغلك هتخليه 3 ايام في الاسبوع زي ما قلنا، السبت والاثنين والاربع. جيتي للرياضه قولي مثلا انا هتمرن ساعه 3 مرات في الاسبوع. اوكي احنا السبت قلنا هناخد الكورس، يبقى احد انا اتمرن، الاثنين في كورس، الثلاث انا اتمرن، الاربع في كورس، الخميس انا هتمرن. فهمتي؟ يعني لو انت هتدخلي حاجتين في حياتك او في روتينك، حاجتين جداد، فانتي ما تخليهمش الاثنين في نفس اليوم. ليه؟ عقلك هيقولك احنا ايه ده تغيير جذري، ايه ده، لا لا لا، وليه؟ طيب احنا ممكن نقعد نتفرج على المسلسل بتاعنا، ليه؟ لا 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 احنا خلينا مش عارفه ايه طب ما ايه رايك بدل الساعه اللي هنقضيها في الكورس والساعه التانية اللي هنقضيها في حاجه تاني في الرياضه، احنا ممكن نقعد نعمل لنا مثلا بوب كورن ونقعد ممكن نجيب كيس الشيبسي او الشوكليت اللي في التلاجة ونشغل البرنامج اللي انت بتحبيه، الحلقه الجديده نزلت على يوتيوب واقعدي اسمعي. عقلك هيقولك كده. انا عايزه اقول لكم انا كنت بتابع 3 مسلسلات تركي. اكيد لما بدات شغلي وبدات انظم يومي زي ما بشرح لكم كده، ال3 مسلسلات التركي وكان فيهم معاهم برنامج بيجي على يوتيوب كل يوم تقريبا ما عدا 3 ايام في الاسبوع. انا حرفيا ما عنديش وقت اتفرج على الحلقات. يعني انا كل مسلسل منه نزلت منه 3 حلقات في 3 اسابيع، يعني كل اسبوع حلقه. انا ما عنديش وقت اتفرج. النص ساعه اللي ممكن الاقيها بالليل قبل ما انام ممكن اتفرج على جزء من المسلسل. النهارده الصبح وانا بفطر عندي 100,000 حاجه وفي دماغي مليون حاجه، وانا بفطر قلت هشغل جزء من المسلسل اسمعه لان انا بقالي كتير قلت لكم ما سمعتوش. واحد منهم يعني شغلت يعني الحلقه، والحلقه عماله تحلو 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 وانا قاعده اللي هو خلاص هقوم دلوقتي بعد ما المشهد ده هيخلص انا هقوم. بعد ما جه عقلي قال لي او انا قلت لنفسي لا، احنا معانا حاجات اهم وضروريه تخلص النهارده، ممكن بعد ما نخلصها نقعد ساعه على الموبايل نسمع الحلقه. انا عارفه ان انا مش هلاقي وقت ان انا اقعد الساعه دي، بس ممكن اقعدها بالليل، ممكن اقعدها في اي وقت، ممكن اقعدها بكره. وحتى لو ما لقيتش وقت ان انا اقعد واسمع ال3 مسلسلات، ما هو مش منطقي ان حد يسمع 3 مسلسلات وبرنامج بيجي على يوتيوب. فانا قررت ان انا كل ما هفضى مش هبقى محسسه نفسي ان انا ضروري لازم اقعد اسمع الحلقه. لا مش ضروري، مش ضروري، مش ضروري خالص، لان انا عندي حاجات تانية ضروريه، عندي شغلي، عندي ان انا اقوم اصور يوتيوب عشان لازم تنزل الحلقه في مواعيدها،
عندي حاجات اهم. عندي ان انا اقوم مثلا اشغل الغسالة، عندي ان انا اقوم احضر الغدا، عندي حاجات تانية اهم من ان انا اقعد اضيع. شوف اضيع قد ايه في مسلسل. بس جربوا الطريقة دي، اوكي؟ وقولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي على انستجرام الحلقة دي فادتكم ولا لا. ولو في اي حاجة في الطريقة دي تنظيم الوقت معرفتوش تظبطوها، قولوا لي في الكومنتات وهنظبطها سوا. قولوا لي في الكومنتات هنظبطها سوا ان شاء الله. وان شاء الله تظبط معاكم، لان الطريقة دي بصراحة ظبطت معايا مليار في المية. مش هقول لكم مليون في المية، مليار في المية. وبس عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان احنا كلنا عندنا 24 ساعه. الشخص اللي ناجح هو عنده برضو نفس ال 24 ساعه. الشخص اللي حقق مليار جنيه في السنه برضو عنده نفس ال 24 ساعه بتاعتك. البنت اللي راحت اخدت كورسات وفتحت كلينيك وعملت وودت دلوقتي بتدي كورسات، دي برضو عندها نفس ال 24 ساعه بتاعتك. البنت اللي كانت معاكي في الشغل وانتوا الاتنين شغالين كول سنتر وما عندكوش اي مهاره، سابت الكول سنتر وراحت اخدت كورس ميك اب، دلوقتي هي من اكبر الميك اب ارتست اللي في السوق. دول عندهم نفس ال 24 ساعه بتاعتك. فما تجيش تقولي لا اصلا انا ما عنديش وقت، اصلا هي عندها وقت وانا ما عندكيش وقت. ليه؟ بتعملي ايه؟ ده زي كمان الناس اللي تقولي ايه انا هقعد ارتاح، يكونوا مثلا لسه قايمين من المسلسل. اصلا اقول لها مثلا تعالي نعمل كذا، تقولي انا هقعد ارتاح. ترتاحي من ايه بيبي؟ بيبي انت ترتاحي من ايه بجد؟ انت بتبقي قاعده على المسلسل. انت مثلا تكوني قمتي جبتي كولا وشربتي كولا وقاعده، اصلا هقعد ارتاح. ترتاحي من ايه؟ انت ايه عملتي يخليكي تقولي هقعد ارتاح؟ لما تكوني اتفحتي اليوم كله في الشغل، تيجي تقولي لي انا هقعد ساعه ارتاح. هسيبك ساعه ترتاحي، بس انتوا مش مسموح ان انت تضيعي يومك كله في القعده على الموبايل، وتيجي في الاخر تقولي لي اصلا انا ما كانش عندي وقت ان انا اخد كورس. دي شماعه. اللي انت بتقولي عليها دي شماعه بتعلقي عليها بس تاخيرك، مش هقول فشلك، تاخيرك في تحقيق النجاح اللي انت المفروض تكوني بتحققيه. واخيرا اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه دي، ويا ريت تقولوا لي رايكم في البودكاست اللي بينزل، لان بجد حاسه ان هو ضغطني جدا، لانه انا متعوده ان انا بنزل حلقه واحده في الاسبوع، دلوقتي حلقتين، فيديو وبودكاست. بس اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.